السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي في فيديو جديد. معاكم أخوكم أحمد من قناة حادث. إن شاء الله في فيديو النهاردة إحنا هنشرح حل لمشكلة برنامج ويندوز ديفندر. برنامج ويندوز ديفندر هو برنامج الحماية اللي بيكون موجود على ويندوز 10 ويندوز 8 ويندوز 8.1. التلات ويندوزات دول بينزل معاهم برنامج اللي هو ويندوز ديفندر. ده برنامج حماية زي برنامج افاست مثلا، زي برنامج امبريلا، زي برامج الحماية العادية بتاعتنا. تمام. البرنامج مشكلته انه لو انت منزل اي كراك عندك على الجهاز، عاوز تفعل مثلا الويندوز، عاوز تفعل الاوفيس، عاوز تفعل اي برنامج، عاوز تنزل لعبة بيكون معاها كراك، اول ما برنامج بيحس ان على الجهاز عليه اي كراك بيقوم ماسح اللعبة، ماسح الويندوز، ماسح الكراك كله. تمام. فانت لو انت بتستخدم الويندوز بتاعك مثلا السيريات اللي انت بتستخدمها السيريات كلها مفتوحة كان بها عادي جدا، ما تمسحش ويندوز ديفندر. انما انت ايه اللي بيواجهوا بقى المشاكل بتاعت ويندوز ديفندر؟ الناس بتشتغل بالكراكات. يعني مثلا انا واحد عاوز انزل نزلت عندي ويندوز 10. ويندوز 10 عشان ينزل عندك مفعل لازم تشتري الاسطوانة التفعيل بتاعته. انما انت لو مش معاك فلوسها بتنزل كراك من على الانترنت وبتفعل الويندوز بتاعك مدى الحياة. نفس الكلام مثلا وانت بتنزل اوفيس. انا نزلت مثلا اوفيس 2019، لازم تشتري مفتاح التفعيل، وكمان مفتاح التفعيل ده بيبقى ليه دفع سنوي. تمام، لازم تدفع له فلوس سنويا عشان يفضل شغال معاك. انما انا ممكن انزله كراك يتفعل معايا عادي جدا. مثلا بنزل برنامج ادوبي، مثلا بنزل اي لعبة. يعني معظم الالعاب دلوقتي اللي بتنزل لازم ما بتنزلش مجانية، بتنزل ولازم يكون لها مفتاح تفعيل او برنامج تفعيل، وده بيكون بفلوس. فمشكلة ويندوز ديفندر انت لما بيلاقي عندك في اي كراك في الجهاز بيقوم ماسح اللعبة. لو اللعبة مثلا انت مثلا منزل لعبة 30 جيجا، اللعبة دي نازلة مع الكراك، بيقوم ماسح لك اللعبة كلها. اول ما يشوف اللي انت نزلت اللعبة وتحاول تشغلها هيقوم ماسح لك ملف التفعيل وملف التشغيل وكل حاجة. يعني ايه؟ مثلا انت بتنزل اللعبة في 30 جيجا مثلا ولا حاجة، في يومين ولا حاجة، ادي اليومين ايه بتوعك ضاعوا، وال30 جيجا ايه اللي انت منزلهم ضاعوا. طب تمام. طب انا اخلص من مشكله ويندوز ديفندر دي ازاي؟ انا النهارده جايب لكم الاداه ديت بتفعل، بتعمل ايقاف لويندوز ديفندر. يعني انت لو انت عندك ويندوز ديفندر شغال وعاوز تقفله، ممكن الاداه دي تقفله، تعمله ديسيبل عادي. لو انت عاوز تفعله عادي بتعمل له انيبل. يعني مثلا انا حاليا عامل عندي ديسيبل. هوريكم دلوقتي الاداه اللي انا هفعل ويندوز ديفندر وهلغيه كمان. هوريكم دلوقتي تحميل الاداه وبعد كده نوريكم ازاي الاداه بتشتغل. كالعادة تحت كل فيديو ادي الفيديو بتاعنا، كالعادة في الديسكريبشن او الوصف هتلاقيني حاطط لكم رابط المقال. ادي التدوينة بتاعتنا او المقال بتاعنا، نضغط بس عليه. ادي الموقع بتاعنا وادي التدوينة بتاعتنا اهي، طريقة ايقاف او اغلاق ويندوز ديفندر ونقفل الوسائل المزعجة في ويندوز 10. وطبعا زي ما قلت لكم هو ويندوز 8 ويندوز 8.1، حتى انا موضح هنا ايه في المعلومات بتاعة التدوين. هننزل تحت خالص عشان نشوف هنحمل الاداة بتاعتنا ازاي. او هنا بيقول لك هنا ايه تحميل الاداة، حمل من هنا. نضغط بس على الايقونة دي. طريقة التحميل سهلة جدا، احنا بس ما علينا اللي احنا نتخطى بس صفحة الاعلانات ديت، ولما نتخطاها هيدخل لنا دلوقتي على التحميل مباشر. هيظهر لنا هنا بيقول لك بليز ويت، بنستنى بس ال5 ثواني يعدوا، وبعد كده بنضغط على المربع الاصفر اللي هيظهر لنا دلوقتي. تمام، نضغط على المربع. بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك لما تظهر لك اشعار اللي انت تعمل الاو، اعمل بس الاو. تمام، ظهرت لنا الاشعار بتاعنا، ندوس ضغط على كلمة الاو. تمام، دخلنا على طول على صفحة ميجا للتحميل. ما علينا بس اللي احنا بنضغط على كلمة داونلود بينزل لنا الأداة بتاعتنا. الأداة بتاعتنا حوالي 500 كيلو، أداة بسيطة جدا وخفيفة جدا. تمام، بنضغط داونلود عشان ننزلها عندي. أنا منزلها عندي وهوريكم دلوقتي ازاي أشغلها. منزلها عندي على الديسكتوب. ادي الأداة بتاعتنا، هنضغط بس نفك عنها الضغط. تمام، ادي الأداة بتاعتنا. ملف عبارة عن حاجتين. نضغط بس على الأيقونة ديت، دبل كليك. تمام، دلوقتي ظهر لنا ايه؟ ادي شكل الاداة بتاعتنا. فيها ايقونتين. ايه اللي هما الايقونتين؟ ديسيبل ويندوز ديفندر، انيبل ويندوز ديفندر. طبعا هو جايب لي هنا شاشة حمراء وعليها اكس احمر، دي معناها ان انا قافل عندي ويندوز ديفندر. حتى هنا لو جينا وبصينا تحت هنا مثلا، نشيل اسف على الاعلانات ديت،
اهو لو بصينا هنا هنلاقي مفيش اساسا ويندوز ديفندر، ويندوز ديفندر مش موجود. طب دلوقتي انا هعمل له انيبل ونشوف هيظهر لنا ولا لا. هنضغط على انيبل ويندوز ديفندر، بيقول لك بليز ويت اهو تمام فعل كده هو ويندوز ديفندر. حتى لو جينا هنا فتحنا السهم هنلاقي ويندوز ديفندر ايه شغال اهو، اهي دي ويندوز ديفندر اهو شغال. طبعا انا قافل كمان الاعداد بتاعت ويندوز ديفندر من جوه عشان ما يبوظليش الكراكات اللي انا عاملها. طب انا دلوقتي لو عاوز افصله، لو بصيت هنا هتلاقي اللي هو عامل عملية صح على ايه على البرنامج. لو عامل عملية صح يبقى البرنامج عندك متفعل تمام. فانا ازاي اقفله؟ هنضغط بس على ديسيبل ويندوز ديفندر، ضغطنا على ديسيبل او بيقول لك هنا بليز ويت تمام. لو بصيت هنا هتلاقي اللي هو ايه جاب الاكس الاحمر، معناها اللي ويندوز ديفندر اتقفل. حتى لو هتلاقي بص انا بيقول لك ايه ويندوز ديفندر از ترند اوف، يعني اتقفل تمام. الاداة ديت زي ما قلت لكم بتفعل وبتقفل الويندوز ديفندر تمام. دلوقتي لو انا عاوز اقفله، مثلا انا منزل دلوقتي عندي كراك، او انا عاوز افعل مثلا النسخه بتاعتي، عاوز افعل الاوفيس، عاوز افعل اي حاجه تمام، بنزل الكراك وافعل عادي تمام، وبعد كده اشغل ويندوز ديفندر عشان برضك يبقى يعمل لي حمايه على الجهاز عندي. يعني انا ممكن اشغله عادي، بس انا اصلا ما بحبش اشغله لان انا على طول بنزل تفعيلات وبلغي تفعيلات وبنزل العاب وبلغي العاب، فانا ما بحبش البرنامج ده يعمل لي ازعاج عشان انا بتصفح امن على الانترنت. يعني انا ما بدخلش على مواقع مشبوهه او اسمه ده بخش مثلا ايه اللي هي الاعلانات المغريه والكلام ده كله، دي كلها بتكون ملفات تجسس وملفات متهكره وفيروسات بتنزل عندي على الجهاز والكلام ده كله. فانا بتجنب خالص المواقع ديت او بتجنب خالص الدخول على حاجه زي كده تمام. فعشان كده قافل ويندوز ديفندر عندي. انما انت لو انت مثلا مش هتعرف تتجنب كده، لا افتح ويندوز ديفندر في وقت انت مش هتفعل فيه حاجه، ويوم ما تعوز تفعل وقفه، وخلي الاداة دي عندك اداة 500 كيلو خليها عندك على الجهاز، او خلي لينك الفيديو بتاعي عندك لحد ايه ما عشان لو انت عاوز حابب تقفله حابب تشغله ادي الاداة معاك موجودة ما فيهاش اي مشاكل. طبعا لو جيتك اي مشكلة ما سيب لي كومنت تحت الفيديو. لو جيتك اي مشكلة في الرابط، اي مشكلة في الفيديو، اي حاجة مش فاهمها، عندك اي سؤال، عندك اي استفسار، سيب لي كومنت تحت الفيديو وانا هرد عليك على طول. ما تنساش لو عجبك الفيديو ما تنساش دوس لايك للفيديو، شير مع اصدقائك، وفعل لنا رمز الجرس واشترك معنا في القناة عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم اخوكم احمد من قناة هادس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.